بصراحة أنا احترت أسميه إيه، يعني هو ولا رقاق ولا عيش طري ولا هو فطير، حاجة بين التلاتة كده، حاجة حلوة كده طرية مورقة نستخدمها في أي غموس إحنا عايزينه، نقدر كمان ناكلها حاف. هعمل معاكم النهاردة وصفة حلوة جدا، سهلة جدا، بسيطة جدا، من غير فرن. بساطتها كده وحلاوتها هتخليكم تعملوها كل يوم، كمان طعمها مميز جدا جدا، وزي ما قلتلكوا هتكون بدون فرن. يلا اعملوا للفيديو لايك وشير وتعالوا بينا نقول بسم الله ونبدأ على طول نحضر وصفتنا النهاردة. هحتاج اولا كده نص كيلو من الدقيق. الدقيق هنا عندي متعدد الاستخدام، الدقيق العادي يعني، وعليهم معلقتين كبار من دقيق السمونينة او دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة بمقدار 50 جرام. كمان عندي ربع معلقة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الملح. دي كده عندي كل المكونات بتاعتي الجافة. هبتدي اقلبها كويس قوي مع بعضها. يبقى قلنا نص كوباية دقيق و50 جرام سميد بسبوسة أو دقيق بسبوسة وشوية ملح. يلا بقى هنستخدم المية، عندي هنا 350 جرام من المية، يعني حوالي كوباية ونص كبيرة، اللي هي الكوباية 250 ملي. هبتدي اقلب، ما بنزلش بالميه كلها مره واحده، بنزل بيها تدريجيا كده. الميه هنا عادي جدا ميه من الحنفيه، يعني مش فتره ولا دافيه ولا اي حاجه. وزي ما اكيد اخدتوا بالكم احنا ما حطيناش في العجينه خميره. خلاص هبتدي بس الم العجينه كده الاول بالميه كويس قوي، وادمج الميه. وزي ما انتم شايفين انا ضفتها شويه بشويه، ولكن انا خدت الكميه كلها وهي كانت بالكميه بالظبط مظبوطه، يعني 350 جرام ميه او ملي، مظبوطه جدا على كميه الدقيق دي. هنعجن كويس قوي. العجينه عندي هنا هتكون مفتوحه، يعني ايه هتكون مفتوحه؟ يعني هتكون بتلزق في الايد زي ما انتم شايفين كده. هبتدي الم الدقيق كله الاول كويس قوي، اتاكد اول عجنه ان احنا هنلم الدقيق. خلي بالكم كملوا معايا الفيديو للاخر، لان احنا هيبقى فيه تكنيك معين للعجن وكمان للتسويه. هبتدي اخلص ايدي كده من العجينه، وهسيب العجينه حوالي 3 او 4 دقايق، وهبتدي اجي تاني بعد كده. هتكون ايدي طبعا نضفتها من العجين كويس، وهتكون منديه ميه كده، وهبتدي اعجن العجينه تاني. هعجنها تاني لمده دقيقه تقريبا، هعجنها كويس لمده دقيقه. الطريقه او التكنيك ده في العجن بيديني نتيجه ممتازه للعجين، يعني اكني عجنتها مثلا ربع ساعه متواصل. وهي اني هعجن كل 3 4 دقايق دقيقه وهوقف، وبعد كده ارجع تاني بايدي منديه ميه اعجن تاني كل 3 4 دقايق كده دقيقه واوقف. اكيد اخدين بالكم بعد كده العجينه ما شاء الله ملمسها بيتغير ولونها كمان بيتغير. العجينه عندي ناعمه، ولكن مش ناعمه قوي طبعا لان احنا ضايفين دي السميد، فهتكون خشنه شويه محببه شويه، ولكن بصوا طريه وعامله ازاي ما شاء الله يعني. طبعا دي كده المره الرابعه تقريبا اللي بعجن فيها، وزي ما قلت لكم بوقف عجن لمده 4 أو 5 دقايق العجينه ترتاح، وارجع عجن تاني لمده دقيقه. عجنتها 4 مرات بنفس الشكل. خلاص كده العجينه عندي تمام، اتعجنت كويس جدا وحلوه جدا. تعالوا بقى يلا على مفرش سيليكون او على الرخامه بتاعتي، هحط شويه كده من الزيت. انا بس نسيت ادهن المفرش هنا زيت، ولكن انا بعد كده استخدمتها بقى الرخامه، عملتها رول زي ما انتم شايفين كده. وهبدا اخد الرول دوت اقطعه قطع كده، تقدروا توزنوها بالميزان او بالنظر. يعني ايه بالنظر؟ يعني يعني بنوزن كده امورنا يعني بعينينا كده ان هي قد بعضها، ولكن انا بحب اوزنها بالميزان. فخلوا حجم القطعه حوالي 100 جرام. طب لو مش هنعملها بالميزان تقدروا تقطعوها حوالي 9 أو 8 قطع، هيكونوا حلوين متساويين. أنا هنا ال100 جرام طلعت لي آه 8 قطع كويسين، ولكن القطعة الأخرانية كانت 70 جرام بس. خلاص كده تمام. تقدروا أصلا تخلوا القطعة مثلا كلها 50 جرام 60 جرام، هيكون حجم العيش بتاعنا أو الفطيرة بتاعتنا صغيرة شوية. خلصت الكمية كلها. يلا بقى ناخد كورة كورة من اللي عملناها كده، ونبدأ نضمها ونقفلها من تحت زي ما انتوا شايفين كده. بقفل كويس قوي من تحت. وطبعا انا جايبة عندي طبق دهنة من الزيت، وهبتدي ارص فيه الكور اللي عندي، اقفلها كويس قوي من تحت وعلى الطبق على طول. الكمية كلها هعملها بنفس الشكل وبنفس الطريقة. بمسكها من تحت كده اقفلها كويس قوي، وبعد كده اكورها كورة كده واحطها في الطبق اللي انا دهناه. ايه دهناه؟ طبعا دهنة من الزيت. بسيطة وسهلة وسريعة على فكرة كمان، ونتيجتها ممتازة. جربوها على ضمانتي، حلوة جدا، تنفعنا جدا طبعا الأيام الجاية دي إن شاء الله في سحور رمضان.
نقدر نعمل كمية منها ونحطها في الفريزر. بعد ما خلصت الكمية كلها دهنة كده بسيطة من الزيت على وش الفطاير بتاعتي من فوق، علشان مش عايزة الوش عندي ينشف. وهبتدي اجيب كيس من البلاستيك وهغطي بيه الطبق والفطاير كويس قوي، وبعد كده هغطيه بفوطة مطبخ. سيبوها بقى ترتاح كده حوالي ربع ساعة، من ربع ساعة لنص ساعة. بلاش نكتر علشان ما ناخدش عرق اكتر. هو كده كده ما شاء الله دقيق السميد بيخليه مرتاح على الاخر. خلاص كده تمام. تعالوا نشوف المادة الدهنية اللي هستخدمها، وهي معلقة من كل من الزبدة والسمنة والزيت. زبدة وسمنة وزيت، الخليط ده مع بعضه هيطلع لنا نتيجة ممتازة للفطير. بصوا بقى هنا العجينة عندي ارتاحت زي ما انتم شفتوا كده. بعرف ازاي احط ايدي كده عليها، علمت والعلامة ما ردتش تاني، يعني ما راحتش كده تمام. اقدر اشتغل وانا مطمنة. يلا بقى على الرخامة بتاعتنا كده بسرعة دهنة من الزيت، وهبتدي اخد الفطيرة كده او اول كورة عندي بدأت بيها. هبتدي افردها بايدي كده شويه، وبعد كده بقى هجيب النشابه بتاعتي او المردانه، وهبتدي افرد آه على شكل طبعا دايره فطيره يعني عادي افردها. بس انا مشكلتي ان انا مش حلوه خالص في فرد الفطير ده، مش بعرف افرد الدايره مظبوطه. يعني افشل حاجه فيها، اكيد انتوا اشطر مني وهتعرفوا تعملوا دايره مظبوطه ان شاء الله. اهم حاجه بس نخلي السمك بتاعها يعني مظبوط من كل النواحي، ما تبقاش حته تخينه وحته رفيعه. وكمان الحروف. خلاص كده تمام. دلوقتي ده طبعا انا قلت لكم آه ان احنا اصلا مش هنسوي في الفرن. خلاص كده هبتدي اديها كمان دهنه من الخليط اللي احنا عملناه. هدهن كويس جدا جدا الفطيره اللي عندي او الكوره اللي عندي بعد ما فردتها. اتاكد كويس قوي ان كل حته عندي من الفطيره مدهونه كويس قوي بالماده الدهنيه اللي احنا جهزناها مع بعض. هبتدي بقى اخد الاطراف كده اقفلها، اطبقها يعني نصين زي ما انتوا شايفين كده بالعرض. وبعد كده هبتدي اخد النصين اعملهم نصين تانيين بالطول زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبتدي بقى المها على بعضها كده، الم الحروف على بعضها زي ما انتوا شايفين واخدين بالكم كده. هحاول اقفل على قد ما اقدر. هي طبعا مش تلزق في بعضها، وده طبعا عشان الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها. بس هحاول اقفلها كده تمام. وهبتدي اكورها كده وهرصها برضو في طبق مدهون بالزيت، دهنه كده خفيفه من الزيت. تعالوا نشوف واحده تانية ونعملها بنفس الشكل كده وبنفس الطريقه. بدهن دهنه خفيفه من الزيت على الرخامه اللي بشتغل عليها. وبعد كده ببتدي اجيب الكره اللي عندي او الفطيره اللي عندي، ابتدي افردها الاول بايدي زي ما انتوا واخدين بالكم كده، وبعد كده بالنشابة. وزي ما اتفقنا ان لازم سمك الفطيرة كلها يبقى واحد، ما تبقاش عندي ناحية رفيعة وناحية تخينة. وهكذا هشتغل كل كمية الفطاير اللي عندي بنفس الشكل. طبعا بعد ما بفردها بجيب المادة الدهنية اللي احنا جهزناها مع بعض، اللي هي كانت زبدة وزيت وسمنة بمقدار واحد لكل حاجة فيهم، التلاتة يعني مقدارهم واحد. وابتدي ادي دهنة كويسة قوي للفطيرة اللي عندي. اتأكد ان كل حتة في الفطيرة مدهونة كويس. بس كده تمام. الخليط ده او الخلطه دي مع بعضها بتخلي الفطيره حلوه جدا طريه جدا مورقه، طعمها في منتهى الروعه. يلا بقى ناخد الفطيره كده بالنصين كده ونتنيها، وبعد كده بالطول هنتني برضو نصين بالظبط كده. يلا بقى هناخد الفطيره كده ونقفلها من فوق. نحاول ان احنا نضمها على بعضها، نضم الحروف بتاعتنا. ولكن زي ما قلت لكم هي مش هتلم قوي، بس بنحاول. وما تقلقوش خالص من الشكل ده كله، هيتظبط يعني واحنا بنفرد الفردة الأخيرة. خلاص كده تمام. يلا بقى نرصها جنب اخواتها كده في الطبق اللي احنا اتفقنا ان هو مدهون ايه، مدهون بالزيت. وطبعا وانا برص بغطي على طول بكيس بلاستيك علشان مش عايزة عندي الوش ينشف لحد ما اخلص الكمية كلها. هبدأ اخد بقى بقية المادة الدهنية المتبقية عندي وادهن وش الكور اللي احنا عملناها دي، اللي هي الفطاير الحلوة دي. على طول كده ادهنها كويس قوي من الفوق ومن كل الجوانب عشان مش عايزاها تنشف معايا. وزي ما قلت لكم كده احنا كنا مستخدمين معلقة من كل حاجة، وهي بصراحة كفت ووفت يعني حلوة جدا الكمية. ما خدناش فيها كمية او مادة دهنية كتيرة. خلاص كده تمام. خلصتها كلها. هنغطيها بقى بنفس الكيس البلاستيك كويس قوي وبالفوطة برضو بتاعة المطبخ تمام كده. وهنسيبها حوالي برضو كمان ربع ساعة ترتاح تاني. خلاص كده تمام. هبدأ بقى بأول فطيرة أخدتها، يعني حطيتها في الطبق وهبتدي أفردها. تعالوا نشوف كده نفردها ازاي. شوية كده أو مسحة من الزيت على الرخامة اللي هشتغل عليها،
وهبتدي اخد الكوره اللي عندي، هبتدي الاول افردها بايدي زي ما عملت في اول تطبيقه بالظبط. وطبعا التطبيقات والفردات اللي احنا عمالين نعملها ونطبقها دي اللي هتديني التوريقه الحلوه من جوه. هبتدي افرد كده، وزي ما قلت لكم انا مش بعرف اعملها يعني دوريه مظبوطه، وانتوا اكيد هتعرفوا تعملوها. يلا بقى على التسويه. طاسه عندي على البوتاجاز هتكون طبعا سخنه، هاخد الفطيره كده وعلى طول انزل فيها في الطاسه. تقدروا تستخدموا اي نوع طاسه، وطبعا الطاسه هنا مش مدهونه. خلاص كده. مش عندنا طاسه نقدر نستخدم صينيه ألمونيوم عادي، نقلبها كده على ظهرها ونحط الفطيره عليها من فوق. اول ما الفطيره تشمع زي ما انتوا شايفين كده، ما اخدتش عندي ثواني، هبتدي اقلبها على الناحيه التانية. اول ما تمسك نفسها على طول هقلبها على الناحيه التانية. هبتدي اضغط عليها كده، وهنا بقى هتبتدي تنتفخ كده بسيط. طبعا هي مش واضحه لكم قوي في التصوير، ولكن هي بتنتفخ بسيط كده. انا بدوس عليها علشان التسويه. كل ما بدوس عليها كده انا بخرج من جوه الهواء واسوي العجينه، ما تبقاش نيه من جوه. خلاص كده تمام. بصوا ما بتاخدش وقت، الفطيرة كلها تقريبا بتاخد دقيقة، دقيقة ونص. على كل شوية بقلبها على كل ناحية وبدوس نفس الدوسة ونفس الضغطة لحد ما تستوي معايا وتاخد اللون الحلو كده من الجناب. اللون ده مش بتاخده من أول مرة في التسوية، لا، أنا بفضل أقلب فيها كده كل كام ثانية على كل ناحية مع الضغط عليها. خلاص كده بتكون تمام. ولكن ما نسيبهاش مثلا على كل جنب أول مرة لحد ما تاخد تسوية، لا. يعني أنا كل جنب مثلا بقلبه من مرتين لثلاثة لحد ما اخد اللونين الحلوين دول من كل جنب. يبدأ ينتفخ معايا واتأكد ان هو كده بدأ يستوي، لانه هيطلع من جوه مورق وتحفة جميل جدا. يعني ما تقلقوش جدا، ما تقلقوش ابدا يعني من التسوية. خلاص كده تمام. يلا بقى على طول نشتغل اللي بعدها. هنا بقى انا مش عايزاكم تعملوا مثلا الفطير كله وتركنوه على جنب وبعد كده ترجعوا تسووا، لا، هيبقى لزق طبعا عندي في الرخامه، مش هيبقى الطف حاجه. يعني نحاول ان احنا نكون شغالين جنب البوتاجاز، حاطين الطاسه سخنه مثلا وفيها الفطيره اللي احنا حاطينها وبنقلبها وبنفرد في التانية. خلاص كده مش هتعرفوا تعملوا الاتنين مع بعض. ناخد فطيره فطيره نسويها وبعد كده نروح نفرد التانية ونيجي نحطها تاني. زي ما شفتوا كده بنفس الشكل هسويها زي ما سويت التانية بالظبط. اول ما تشمع هروح قلبها على طول على الناحية التانية مع الضغط المستمر على الفطيرة. الضغط ده طبعا بيسوي لي الفطيرة من كل ناحية. انا بضغط علشان المس العجين كويس قوي للطاسة عندي وللنار او السخونية يعني بتاعت الطاسة، فيستوي معايا من جوه، ما الاقيهوش معجن من بره، يعني واخد لون مش ومعجن من بره. طبعا في الوقت ده انا مش عايزه عندي النار تكون عاليه قوي، انا بخلي النار عندي وسط علشان مش عايزاه طبعا زي ما اتفقنا ياخد لون ويتلسع وهينشف معايا. نخلي بالنا من طريقه التسويه لانها مهمه جدا. كل كام ثانيه كده بقلبه على كل ناحيه ومع الضغط المستمر زي ما انتم شايفين واخدين بالكم كده بالظبط. تمام اهو. ياخد اللون كده بسيط من الجناب او من الناحيه التانية اروح قلباه، وهكذا لحد بعمل الكميه كلها اللي عندي. زي ما قلت لكم كل فطيره او كل واحده من الفطاير الحلوه دي كده بتاخد لي بالكتير قوي دقيقه ونص على البوتاجاز، بتكون مستويه مع التقليب المستمر. طبعا هعمل الكميه كلها بنفس الشكل. اللهم بارك، طالع حلو جدا جميل جدا يا جماعه. انا مش عارفه بصراحه اسميه بقى العيش اللي هو السوري، اسميه رقاق طري، اسميه بقى فطاير عيش ناكل بيه، مش عارفه والله. هو حلو قوي، مش مهم نسميه ايه، المهم ان هو كده حاجه لازم تجربوها ما تفوتوهاش بجد. ينفع كمان جدا في سندوتشات المدرسه بقى لو حابين نغير بدل العيش الفينو اللي الولاد طبعا بيزهقوا منه. بصوا حلو ازاي. نقدر نعمله طبعا سندوتشات شاورما زي ما احنا حابين. انا عايزه اوريكم بقى من جوه ان هو مورق ازاي يعني. بصوا التوريقه من جوه. عشان كده بقول لكم هو مش عارفه اسميه عيش ولا رقاق ولا فطير، بصراحه مش عارفه. توريقه من جوه رهيبه طبعا، شكلا وطعما رهيب، لازم تجربوه. احفظوه بقى زي ما انتوا عايزين في الفريزر وطلعوه وقت الاستخدام، هيعجبكم جدا ان شاء الله. وبكده تكون وصفة النهارده خلصت، ولكن استنوني في وصفات كتيرة جاية ان شاء الله. يا ريت تعملوا الفيديو لايك وشير، واقول لكم مع السلامة.